لن أحتاج إلى تعليق أو كلمات. من عاصمة الضباب لندن، أبعث بكل الشوق والوحي إلى أهلي أصدقائي وحبايبي. هذه رسالة مرسلة لنا صوتيا من سعاد حسني في لندن. كلهم، كل القيادات المصرية من أول ست البيت قيادة بيتها وأسرتها وعملها إلى سيدة مصر الأولى الآسرة حرم رئيس الجمهورية قائدنا الغالي على قلوبنا محمد حسني مبارك، وكل قائد يسهر على خدمة وطنه من أول العامل والطالب المكافح لأعظم مكافح ما بيبخلش على بلده لا بصحته ولا براحة باله. وبمناسبة تكريم وطني ليا كنت دايما بسرح وبفكر بقول يا ربي هو أنا هأكرم عشان إيه؟ وهل الإنسان بيكرم على أداء واجبه الطبيعي؟ مش معقول. ولا يمكن عشان حسن السير والسلوك الفني والوطني. وإيه هو السلوك الفني الوطني؟ حرقة قلب الفنان على بلده من خلال فنه، لأن الفنان قوي جدا بفنه لكنه غلبان قوي في روحه. دي حقيقة. الدنيا دلوقتي بقت حزينة جدا وقاسية، والإنسان في العالم الخارجي بيقتل أخوه الإنسان فعلا. الفنان بقى هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ بيضطر إن هو يعمل معادلة صعبة، هي معادلة صعبة جدا، بس بيحاول يعملها إنه يخلي الإنسان يقدر يتعايش مع الواقع المر ده، يقدر يتقبله، يقدر يفهم الحقائق اللي بتدور حواليه عشان يقدر يشارك وما يظلمش نفسه، عشان بيحاول يقدم الحقائق بشكل فني حساس ومش مفبرك ومش محرف، عشان نقدر نقول علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. يعني الأمل. طبعا بنعتذر عن القطع ده لانه احنا استلمنا الرساله بصعوبه جدا، والحمد لله اننا سمعنا صوتها وبنقول لها انت وحشتينا، نحن نحبك.